مع بعض لعبة. انا هسألك اسئلة وانت يعني هسألك اسئلة وهخيرك فيها بين حاجتين مثلا، وانت هتختار اكتر حاجة. ماشي؟ طبعا الاسئلة هتكون صعبة. ماشي؟ طيب هنشوف بقى ايه انت هتحل ايه. مش صعبة، ايه، في صعب وفي سهل. ماشي؟ نقفل بس الشباك كده عشان ايه الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم. في حاجات انا حاسة ان انا عارفة اجابتها. ماشي؟ هنشوف يعني. ماشي، وانا هجاوب برضه معاك. ماشي. بتحب الاحمر ولا الاخضر؟ الاحمر ولا الاخضر؟ ايوه، الاحمر ولا الاخضر؟ هما الاتنين مش قوي يعني، بس يعني ما انا بقى قلت ما انا مش هسألك مثلا ازرق واحمر مثلا، مش عارفه انك هتختار الازرق. طب فلا الاخضر. هتختار الاخضر؟ اه. صدمني بجد، كنت فاكره هيختار الاحمر. ماشي، لو انا هختار الاحمر على فكره. تمام. بتحبني انا اكتر ولا سليم اكتر؟ دي اسئله تعجيزيه دي. ايوه، لازم تختار حاجه، ما ينفعش تختار حاجتين. لا هنقول انت يعني، سليم ممكن نعوضه. نعوض ايه؟ مين هنجيب غيره؟ انا هوريه الفيديو ده لما يكبر. يا سيد انت احرجتني بجد. بس من قلبك؟ ما اعتقدش انها من قلبه، يعني حد يختار يعني ابنه. كده اكتفينا بالسؤال خلاص. من قلبك دي بقى مش من قلبك، ده سؤال تاني. يعني انت سايب النوايا. ماشي. طيب السؤال ده تعجيزي قوي، بس ايه خليه في الاخر. ماشي؟ بتحب مرسيدس اكتر ولا العربيات اللي هي اودي؟ لا اكيد المرسيدس يعني. لا انا اودي على فكره، مش شرط المرسيدس، يعني هي مرسيدس بس عشان معروف ان هي حلوه جدا. انا بحب اودي اكتر، انا اختار اودي. انت مرسيدس. احنا كده مختلفين لتاني مره على فكره. ماشي. بتحب البطيخ ولا العنب؟ اصل دي حاجه ودي حاجه، الاتنين حلوين. تفضل مين يعني؟ مش هنقول بتحب، يعني بتفضل مين، بطيخ اكتر ولا عنب اكتر؟ نعناع. نعناع. شاي ولا قهوه؟ نعناع. ممكن البطيخ. وانا كمان. سليم هيفضل العنب لان سليم بيحب العنب، بس انا وسايب بنحب البطيخ. ماشي. تفضل الجاتو ولا البسبوسه؟ انا عارفه ايه. ايوه البسبوسه، هو بيحب البسبوسه اكتر، بيحب الحاجات الشرقي. انا عن نفسي افضل الجاتو. احنا مختلفين جدا. تحب اللبس الكاجوال ولا البدل؟ كاجوال. يعني يا جماعه انا بمنعه بالعافيه والله ان هو يعني ما يلبسش كوتشي في فرح يعني. يبقى عايز يروح بالبنطلون الجينز والكوتشي. طب ازاي؟ طيب ده فرح، لازم نروح ببدله. في سيمي فورمال عادي. انا ما بحبش حاجات، انا بحب الحاجات اللي لكل مقام مقال. نلبس الحاجات يعني ما ينفعش اروح بكاجوال مثلا فرع، لا لازم البس سواريه، لازم. وفستان ما كنتش لبسته قبل كده. ماشي. هنشوف. استنى معلش الموبايل قفل ثانيه واحده. حلو ده. تحب تحط في شعرك كريم ولا جل؟ جل. بجد؟ ما هو جل علشان انا اصلا طبيعه شعري بتبقى يعني افضل مع الجل مش مع الكريم. انا توقعت ان هو هيقول كريم، عشان يعني كريم احسن من الجل، لان الجل اصلا بيوقع الشعر. ماشي، هو الكريم طبعا احسن، ما اتكلمناش، بس انا بقول يعني مظهر شعري بيبقى افضل مع الجل. تمام ماشي. وانا اكيد هختار الكريم لان انا اكيد مش هحط جل في شعري، يعني مش الدرجه دي. تفضل تلبس تي شيرت ولا قميص؟ احنا خلاص قلنا كاجوال فهيبقى تي شيرت يعني. ايوه، عشان هو ما بيحبش يلبس القمصان، يقول لي شكلها بيكبرني، بس انا بقول له لا على فكره بتبقى جميله جدا وشيك. طيب تحب البانيه؟ تفضل البانيه ولا الستريبس؟ او لا عشان الاثنين زي بعض، خلينا البانيه ولا البرجر؟ برجر عشان بيقول لي همبرجر، لا برجر. يعني فراخ ولا لحمه من الاخر؟ فراخ ولا الاثنين يعني ايه فراخ؟ تفضل تاكل لحمه ولا تاكل فراخ؟ مش عارف.
صعب برضه. انت تفضل ايه؟ مش عارف، صعب. لا مش صعب، سهله. ولو برجر. طب انت في ماك بتطلب برجر، يعني بتطلب اللي هو يعني برجر باللحمه، ولا بتطلب فراخ؟ وانا ما بفضلش ماك قوي يعني، بس ما بيفضلش ماك. غلطت في حق ماك. يعني انا ما بعترفش ان ماك ما بحبش السندوتشات طبعا. محل برجر. ايوه هنا. بس يعني هنقول ماشي، هنقول بانيه. يلا. انا قلت هيقول فراخ. طيب لو هتعزم حد وانت معكش فلوس غير مبلغ، اللي هو هتعزم مثلا حد يعني حد فاهم، فهتعزم صحابك، شويه ناس، هتعزم صحابك ولا اخواتك؟ ده توقيع بقى. اكيد اخواتي. هتعزم اخواتك؟ هتفضل اخواتك عن صحابك؟ اكيد يعني. طيب ماشي. ما قالش لا مش هجاوب وكده، جاوب على طول. فانا يعني لا اصلا ما حدش ندعي لاصحاب سيد يا جماعه تفضل اخواته عليكم. ما حدش هيفضل صحابه على اخواته يعني. طب ماشي. انا ما ارضاهاش حتى لاصحابي يعني. طب تفضل الفلوس الورق ولا الفضه؟ لا الورق. وانا كمان بحب الورق، بس انا بقى عندي مشكله في الجنيهات. الورق ما بحبهاش، بحب الجنيهات الفضه. ماشي يعني، بس هو بحس ان هي عامله زحمه فلوس على الفاضي، يعني اللي هو هي بتحسسك بقيمتها. لا انا ما بحبش كده. انت فضه تفضلي فضه. لا يعني مثلا لو معاكي 200 جنيه وفي 200 جنيه ورق وفي 200 جنيه فضه يعني 2 جنيه فضه. 200 بقول 200 جنيه ورق. ورق ولا فضه مثلا، لو هنفترض ان لو ال 200 في منها فضه، لا ال 200 تبقى ورقه. لكن انا ما بحبش الفكه اللي هي الجنيه يبقى ورقه. لا بحبه يبقى فضه، جنيه واحد يبقى فضه. لكن ما ينفعش جنيه يبقى ورق، يعني بحس ان هو عامل نفسه كده انه 10 جنيه مثلا. لا يعني ليه؟ انت جنيه فضه. مش بقلل منه والله، بس انا بحب كده عشان وبعدين انا بعمل بوك للفضه يعني، ده برضه اساسي. طيب ايه تاني؟ تحب تخرج في لمه، ولا تحب تفضل النوم اكتر؟ النوم طبعا. النوم سلطان يعني. انا عارفه انت اللي رايح فين. لا مش هنا، لا بس بعيد قوي من اللي ركنه انت ركنتها. ما اعرفش ليه داخله اصلا ولا لا. انت هتخش جوه ليه؟ في دخله كده ان فيها دخله. في دخله كده، يعني في حفره كبيره بس ممكن نقع. انت قلت في دخله يعني. ايوه في دخله هنا قدام بس كده. ايوه ممكن تركن هنا وممكن تخش. فين الدخله دي بقى؟ هو قافلها. سوري. انا سمعت كلام. ايوه هنا ماشي صح كده. طب ما تركن هنا اقرب. هي طب استنى معلش احنا مش هننزل لما نخلص الفيديو. طب يلا. تحب قعدة البحر ولا الطبيعة الخلابة؟ يا جماعة انا مش بحب اظهره عشان هو مش عايز يظهر، معلش. البحر ولا الطبيعة؟ البحر ولا الطبيعة الخلابة اللي هو شجر وتفاح بحر. انا كمان بحر. احنا متشابهين في حاجة اكيد. طيب اخر حاجة بقى، انت قريب لمين اكتر؟ باباك ولا مامتك؟ لا ده يعني مش كده، احنا كده احنا بنخبط في الحلل. هنقع في الغلط بقى. ما هو انا لازم اعمل كده، لازم يكون في اكشن. هنقع في الغلط. ماشي، احنا قلنا صحابك واخواتك وعدناها. انت قريب، مش بنقول بتحب، يعني انا ما صعبتش الامور وقلت لك بتحب. هنحب يبقى اكيد هنحب الاثنين يعني. طبعا بابا وماما الاثنين. ماشي. على دماغي ما اقدرش. انت بقى قريب ليه؟ ممكن يعني بطبيعتنا احنا كولد يعني. بنميل طبعا للام اكتر. للام صح. ايوه صح. والبنات بتحب يعني بتفضل الاب اكتر يعني انت بتفضلي الاب اكتر. انا ما قلتش حاجه، هو اللي بيدبسني والله. انت لسه قايله البنات. لا انا ما قلتش كده، انا سؤال ليك انت، انا ما جاوبتش. المهم انا خدنا الاجابه منك. بس عادي ماما مش هتزعل عشان ماما عارفه. بابا حبيبي بابا. يا جماعه ده كان لقاء بسيط
واحنا كنا خارجين اساسا، فده قلت بقى بدل ما اعمل فلوج احنا هنصور وهساله اسئله مفاجاه. الاسئله دي كلها مش عارف عنها حاجه، وان شاء الله هكرر الموضوع ده تاني مع ليدو بقى، مع ماما. شوفوا انتوا عايزيني اعمل اللقاء ده مع مين تاني، ونختار اسئله جديده، واكتبوا لي اسئله في الكومنتات جديده عشان ابقى اعملها مع سيد تاني والجزء التاني. يلا سلام.